اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة رشا للطبخ البسيط. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا فاليوم عندي 2 بنانات وكاس الحليب و3 البيضات غادي نقادو بهم وصفة زوينة وغزالة. بقاو معنا تشوفوها، ما تنساوش الاشتراك في القناة. طبعا 3 البيضات، عندي كاس ديال الحليب و2 بنانات، عندي كاس ديال السكر ونص كاس ديال الزيت و2 خمارات وتقريبا 4 ديال الدقيق. هادو هما جميع العناصر اللي عندي. نبقاو في طريقة التحضير. إناء غندير فيه البيض ثم السكر وزيت وحليب. من بعد ما كندير جميع العناصر في الاناء فكنجيب الخلاط الكهربائي اليدوي. اللي ما عندوش يمكن لكم ديروا هاد العناصر كلهم ديروهم في الكأس ديال الخلاط الكهربائي وتخدموا به، ماشي مشكل. هنا كنضيف الدقيق وكنبقى نطرب، ثم كنضيف 2 خمارات 16 غرام بيكين باودر وكنكمل تطراب. من بعد ما كنطرب وكينسجم لينا الخليط فانا كنخليها ترتاح شويه على ما جمعت المعينات ديالي. وكنمشي نجيب مقله ديال البغرير، المهم مقله اللي ما كتلصقش، وكنبدا نصيف في الميني بانكيك ديالي. كنجيب المقلاة كندهنها بطريف ديال الزبده. المقله ديالي غندير ليها شويه ديال الزيت اولا الزبده، من الاحسن الزبده، وغادي ندوز ناخذ البنان. هاد البنان نحلوه حتى لاخر لحظه. دابا كنقطع البنان ديالنا كنجيبو لاخر لحظه باش ما يتاكسدش لينا. كنقطعو شرائح وكنلوحو في العجين ديالنا ديال البانكيك. في هاد الاثناء راه كتسخن لينا، راه سخنت لينا المقله. فقط غادي نحاول ان البنان يحيط به العجين من جميع الجوانب، وكنديرو ديريكتومون في المقله. واخا يبان لكم المنظر راه ما زوينش، ولكن راه ملي كيطلع كيبانوا مقادين، ملي كيطلعوا كيتقادوا، كيطلعوا في الطياب كيتقادوا. كنضيف، مهم انايا درت اكثر من 2 بنانات تقريبا، درت تقريبا شي 3 كبار. كنبقاو نقلبو كيطيب طبقه التحتانيه، ثم كنقلبوه باش كيطيب من الفوق. كيتنفخ، من كيتنفخ كيدير واحد الفقاعات صغيره، عاد كنقلبوه كيف ما كتشوفوا. كيبغي يطيب على نار مهيله باش يطيب من الداخل ما يبقاش معجن. وكنبداو نكملو بشويه بشويه حتى كنساليو الخليط ديالنا. هو ملي كيطيب كيجي محمر وكيشاهي وغزال، كيتقاد ليه الشكل ديالو. هذه هي الكميه اللي خرجوا ليا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو هشاش وفيهم داك البنان كيجي رائع ومذاق روعه. وهاد الكميه كامله خرجتها ليا هذيك الكميه ديال المقادير القليله كيف ما كتشوفوا، فكيجي رائع. جربوه وما تنساوش الاشتراك في القناه، عمل جيم للفيديو، بارطاجيه مع الاصدقاء ديالك ومع العائله. وشكرا لتتبع الفيديو الى الاخر، وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.